أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج سوق الحبر الذي نستعرض فيه أهم أقوال الصحف في الشأن السياسي الليبي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى جولتنا المعتادة في عالم الاقتصاد والتكنولوجيا. لنختتم معكم برنامجنا برسوم الكاريكاتير، فكونوا معنا. البداية من بوابة الوسط الإلكترونية وتصريح وزير الخارجية الليبي محمد الدايري على هامش الدورة 25 لقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ أمس السبت حول الأوضاع المتأزمة في الداخل الليبي، حيث حذر الدايري من امتداد التدهور الأمني إلى المنطقة كلها في حال التقاعس عن مساعدة ليبيا، خاصة بعد التوسع الملحوظ لداعش وسط البلاد. فنشرت الوسط هذا التصريح تحت عنوان: الدايري: ليبيا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم. طلب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال الأزمة الليبية، محذرا من امتداد التدهور الأمني إلى المنطقة كلها حال التقاعس عن المساعدة. ورسم الدايري أمام الاجتماع الرابع لدول الاتصال الخاصة بليبيا على هامش الدورة 25 لقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ أمس السبت، رسم صورة للأوضاع المتأزمة في الداخل الليبي، وقال إن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير وتمثل ذلك في توسع تنظيم داعش السيطرة على مناطق عدة منها سرت والمناطق المحاذية لها، ومحاولات السيطرة على منطقة الهلال النفطي، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات الانتحارية وتجنيد الأجانب ضمن صفوفه، واستخدام الهجرة غير الشرعية في تمويل نشاطاته واستهداف الأجانب من غير المسلمين. وأضاف الدايري أن التنظيم الذي وقع في براثنه العديد من المهجرين غير الشرعيين يرتكب أعمالا وحشية بربرية بقطع الرؤوس، فضلا عن تضخم معدل الجريمة والمخدرات وتجنيد الأطفال وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها والتهريب وتعطيل كامل للمؤسسات الأمنية والضبطية. وتابع الدايري: كل هذه الجرائم تتطلب التعجيل باتجاه اتخاذ خطوات حاسمة تساعد بلادنا في استعادة أمنها واستقرارها. مضى الدايري قائلا: الدعم الدولي مهم جدا للتغلب على ما تتعرض له ليبيا حاليا من وضع أمني أخذ في التدهور، لن يؤثر على ليبيا فحسب بل على المنطقة ودول الجوار، ويسهم في مزيد من التشظي وعدم الاستقرار، ويزيد من عدد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية التي استغلت خلفية الانقسام السياسي في ليبيا وبادرت إلى تسهيل عبور وتهريب المهاجرين بالآلاف عبر المتوسط. أيضا لازلنا في بوابة الوسط التي نشرت خبر حول الأحداث والاشتباكات الأخيرة الدائرة رحاها في مدينة درنا، والتي سقط خلالها عددا من المدنيين من سكان المدينة. وجاء الخبر بعنوان: قتلى من المدنيين وثلاثة آخرون من داعش في اشتباكات بكرسة. قتل 3 مدنيين و3 آخرون من تنظيم داعش في اشتباكات بين شباب قرية كرسة وعناصر التنظيم على الطريق الساحلية في القرية الواقعة على مسافة 20 كيلومترا غرب مدينة درنا. ووفق مصادر بوابة الوسط، فر عناصر التنظيم بعد أن سقط منهم 3 قتلى وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى سقوط 3 مدنيين آخرين هم عبد الله قوطين وأحمد العبد وفتاة أصيبت برصاص اخترق مسكنها. وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي اندلعت أمس بالمنطقة لا تزال دائرة بشكل متقطع في المحور الغربي من كرسة باتجاه رأس الهلال التي تبعد عن القرية ب25 كيلومترا. يذكر أن شباب قرية كرسة يعملون على قطع الإمدادات القادمة من رأس الهلال إلى مجموعات داعش في درنا التي تدور بينها ومقاتلي كتيبتي شهداء أبو سليم والنور بدعم من شباب الأحياء السكنية بالمدينة. أما في صحيفة ليبيا المستقبل نقرأ فيها تقريرا للصحفية خديجة العمامي، والذي ذكرت فيه أن تكرار غياب عدد من الأعضاء الهيئة التأسيسية يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها الهيئة في اعتماد النصوص، حيث أن العدد الإجمالي للأعضاء المواظبين على الحضور بشكل منتظم هو 49 عضوا من أصل 56. وجاء في التقرير: أكد مصدر من داخل الهيئة التأسيسية صياغة الدستور اليوم أن الهيئة اعتمدت بشكل نهائي الأحكام العامة لباب الهيئات الدستورية المستقلة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وديوان المحاسبة كمرحلة أولى. كما أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الهيئة ستجتمع بداية الأسبوع المقبل
لاعتماد باقي الهيئات الواردة في مقترح اللجنة النوعية وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات للهيئات، إذ تحصلت على أغلبية بعدد 41 صوتا. وبحسب المصدر يتم هذا وسط تخلي تام من المؤسسات الشرعية في الدولة عن الهيئة التأسيسية، حيث أن الهيئة عجزت حتى الآن عن توفير وجبات الغذاء لأعضائها خلال الأسبوع الماضي بحسب قوله. ويشير المصدر إلى أن تكرار غياب عدد من أعضاء الهيئة يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها الهيئة في اعتماد النصوص، وخاصة أن ممثلي التبو والطوارق يرفضون التصويت على أي نص دستوري متعلق بباب الهيئات الدستورية ما لم يذكر وجوب تمثيل التبو والطوارق والأمازيغ في كل هيئة، أي المحاصصة بحسب قوله. العدد الإجمالي للأعضاء المواظبين على الحضور بشكل منتظم هو 49 عضوا من أصل 56 عضو، وعدد ممثلي التبو والطوارق 4. ولهذا يقول المصدر ستقوم الهيئة خلال الفترة القادمة بعقد جلسات عامة في العديد من المدن الليبية لاعتماد نصوص بها كغدامس وغات والكفرة وأوباري وإجدابيا والخمس، ومن ثم العودة لمقرها الدائم بالبيضاء. هذه الجلسات ستكون بالمدن المذكورة لتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على ضرورة المشاركة العامة في العملية الدستورية. هذا وتعد الهيئة التأسيسية الجسم الوحيد الذي يجمع كل الليبيين بمختلف توجهاتهم رغم الانتقادات الموجهة لأعضائها لتأخرهم في عملية إنجاز مشروع الدستور، تأخرا يرجع أعضاء الهيئة لأسباب متعلقة بوضع البلاد الأمني والسياسي واستمرار الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، كما وأن الكثير من الدول استغرقت وقتا طويلا في إنجاز دساتيرها، فتونس رغم استقرارها أخذت 2 لإعلان دستورها كما يقول أحد الأعضاء. وفي صحيفة الخليج الإماراتية خبر عن استهداف سلاح الجو الليبي لعدة مواقع لتمركز لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في الساحل الشرقي لليبيا، ونشرت هذا الخبر تحت عنوان الطيران الليبي يدمر خطوط إمداد داعش بمدينة درنا. قصف الطيران الحربي الليبي جسر رأس الهلال شرقي درنا أمس السبت، مما أدى إلى تدميره، فيما أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة بمصراتة أن المنطقة الواقعة من بوغرين إلى سرت وضواحيها منطقة عمليات عسكرية. بينما طالب رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي محمود جبريل بتصحيح وتحسين مشروع قرار الأمم المتحدة الرابع بشأن ليبيا قبل الموافقة عليه، ودعا إلى دور أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة في بلاده. وأفادت مصادر أن الجسر يعتبر أحد خطوط الإمداد الرئيسية لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة التي تقع شرقي البلاد وينتشر بها مسلحو التنظيم المتشدد. هذا وفجر انتحاري نفسه في المدينة فقتل 3 وأصاب 5. وأظهر تقرير لجريدة هايفغنتون بوست الأمريكية أن فرع التنظيم الإرهابي في ليبيا يتواصل بدرجة كبيرة مع قيادات التنظيم الرئيسية في سوريا، مشيرة إلى توجه قيادات من التنظيم إلى ليبيا للإشراف على إنشاء فرع له داخل الأراضي الليبية. وفي صحيفة الحدث التي نشرت استنكار وتنديد الجزائر بشدة حسب وصفها لعملية الاختطاف التي تعرض لها موظفو القنصلية العامة التونسية في طرابلس، وهذا حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي الشريف أمس السبت. وجاء الخبر تحت عنوان الجزائر تندد باختطاف الدبلوماسيين التونسيين في طرابلس. استنكرت الجزائر عملية اختطاف 10 موظفين بالقنصلية التونسية بطرابلس على أيدي ميليشيات مسلحة، محذرة من تواصل استهداف البعثات الدبلوماسية. وأدان ناطق رسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي الشريف أمس السبت أدان بشدة عمليات الاختطاف التي تعرض لها موظفو القنصلية العامة التونسية في طرابلس، معتبرا العملية انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية. قال بن علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن عملية الاختطاف تعد انتهاكا سافرا ومرفوضا للقوانين والأعراف الدولية التي تتفق وتنص كلها على ضمان عدم التعدي على حرمة المقرات والمباني الدبلوماسية والقنصلية. وأعرب عن تضامن الجزائر مع الحكومة التونسية ومؤازرتها لأسر المختطفين، داعية إلى الحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. هذا وجدد الناطق الرسمي إدانته
إدانته لكافة أعمال الترهيب، داعيا الأشقاء في ليبيا بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم إلى نبذ العنف ومواصلة الحوار الجاد لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة والإسراع في تشكيل حكومة وطنية توافقية قادرة على بناء مؤسسات ديمقراطية متينة وعلى رفع كافة التحديات وفي مقدمتها الأمنية. إلى هنا ننهي السياسة لننتقل إلى الاقتصاد. البداية من صحيفة ليبيا الإخبارية التي نشرت خبر تعيين محامي مستقل في الدعوة القضائية المرفوعة في العاصمة البريطانية لندن لاسترداد أموال ليبيا من البنوك الغربية، وعنونت التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الشرعية لمؤسسة الاستثمار والإدارة السابقة لاسترداد أموال ليبيا من البنوك الغربية. أعلن في لندن عن التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الشرعية للمؤسسة الليبية للاستثمار والإدارة السابقة لتعيين محام مستقل في الدعوى القضائية المرفوعة بالعاصمة البريطانية لاسترداد أموال ليبيا من بنوك غربية. ووفقا لصحيفة ذا تلغراف البريطانية، ستقدم المؤسسة الليبية للاستثمار طلبا للمحكمة العليا بلندن بتكليف شركة إينو للمحاماة للمضي قدما في القضايا المرفوعة ضد كل من بنكي جولدمان ساكس الأمريكي وسوستي جنرال الفرنسي لمطالبة البنكين بمبلغ 3.3 مليار دولار قالت إنها خسرتها في معاملات تجارية أدارها البنكان. وتأتي هذه الخطوة بإعادة تكليف شركة إينو للمحاماة بهدف حماية أصول صندوق الثروة السيادي في البلاد. وكانت شركة إينو للمحاماة اعتذرت في أبريل الماضي عن الاستمرار في تمثيل ليبيا في القضايا المرفوعة بلندن ضد بنوك غربية. أيضا في ليبيا الإخبارية نقرأ هذا العنوان: الدكتور عمر قويري يؤكد ضرورة تعافي الاقتصاد الليبي من الوضع الكارثي الذي يشهده. وجاء في تفاصيل الخبر: أكد الدكتور عمر حسن القويري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار على ضرورة تعافي الاقتصاد الليبي من الوضع الكارثي الذي يشهده والنهوض بالبلاد عبر تنويع مصادر الدخل. رسم ملامح هذا التعافي تحت عنوان أموالنا حاضرنا ومستقبلنا، قائلا في هذا الصدد: الاقتصاد الليبي وضرورة التعافي من الوضع الكارثي والنهوض ببلادنا عبر تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على صادرات النفط فقط، تنمية حس المواطن بالمسؤولية، كما لك حقوق تطالب بها، عليك واجبات تقوم بها، ترشيد الاستهلاك، تنمية الأرياف والجنوب الليبي، دعم العمل الفردي والقطاع الخاص، دعم العاملين وليس العاطلين، وضع أهداف محددة وواقعية لتحقيقها، والدخول في معركة بناء وتعمير حتى يلحظ المواطن التغيير خلال 3 سنوات من انطلاقة مشروع البناء المتكامل والتي يجب أن تطلق الآن. أعلم جيدا أن الكثير من الشباب يرغب بالسفر للخارج ولا يريد البقاء في ليبيا، تدفعه الحاجة والمرارة وصعوبة العيش الكريم في الوطن، ولكني أقول لكم إن ليبيا أولى بكم وهي بحاجة لأبنائها. من فقد وطنه فقد كل شيء، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الأصل والانتماء والمصير. وأضاف: استثمارات ليبيا بالخارج وخاصة في إفريقيا يتم الاستيلاء عليها وبيعها وتأميمها من الدول الإفريقية التي لا طالما قدمنا لها المساعدة. لا ينبغي أن تتدخل السياسة في الاقتصاد وتفسده. أما في سكاي نيوز عربية التي عنونت هذا الخبر: 6 أغسطس موعد افتتاح قناة السويس الجديدة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش السبت أن القناة الجديدة ستفتتح في 6 أغسطس المقبل. وأضاف: انتهاء أعمال الحفر والتكريك ب15 يوليو 2015. إن شاء الله افتتاح قناة السويس الجديدة ب6 أغسطس طبقا لأوامر الشعب المصري وأوامر الرئيس المصري. ويأمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يحفز المشروع الاقتصاد الذي يعاني معدل بطالة مرتفعا. هذا وبدأ العمل في حفر القناة الجديدة قبل 10 أشهر، وتبلغ تكلفتها نحو 8 مليارات دولار، وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا. وقناة السويس مصدر حيوي للعملة الصعبة في مصر، خاصة منذ احتجاجات 2011 التي أثارت قلق السائحين والمستثمرين الأجانب.
وقال ماميش إن القناة الجديدة ستقلص فترة إبحار السفن من 22 إلى 11 ساعة، مما يجعلها أسرع قناة في العالم، وستربط 4 قنوات صغيرة بين القناتين القديمة والجديدة. وإلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجستي دولي قرب قناة السويس، التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري. فيما تطرقت العربية دوت نت إلى خبر قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على إجراء استفتاء حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعنونت خروج بريطانيا من الأوروبي يزلزل عرش تصنيفها المالي. قالت مؤسسة ستاندرد أند بوردرز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز، وذلك بسبب قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ستاندرد أند بوردرز، وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز، إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى سلبية من مستقرة. وأضافت في بيان: قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق. إلى هنا ننهي الاقتصاد لننتقل إلى عالم التكنولوجيا. البداية من موقع عالم التكنولوجيا العربية الذي نشر خبر بعنوان تقنية جديدة تسمح بشحن هواتفك عبر الرويتر دون انقطاع الإنترنت. توصل باحثون من جامعة واشنطن إلى طريقة لاستخدام جهاز بث إشارة واي فاي راوتر من أجل شحن بطاريات عدد من الأجهزة والمحافظة على اتصال مستمر بالإنترنت دون انقطاع. وتتميز هذه التقنية الجديدة بأنها متوافقة مع أجهزة البث المتوافرة حاليا، مما يعني أنه يمكن تحديثه بواسطة برمجيات معينة. نظريا يعني هذا الأمر أن الأجهزة المحمولة بما فيها هواتف أندرويد وآيفون يمكن أن تشحن بشكل لاسلكي في المستقبل القريب أثناء الاتصال بالإنترنت، لكنه من الناحية الأخرى توجد بعض العوائق التي قد تمنع الأجهزة الحالية من الشحن عبر هذه الطريقة. أولا، وحسب ما أشار إليه موقع ويرد، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية تفرض مخرجا للطاقة بقدر واط واحد كحد أقصى لأجهزة بث واي فاي، الأمر الذي يعني أن الأجهزة الحالية لن تكون قادرة على إعادة شحن هواتف آيفون وأندرويد ضمن الشروط الحالية. ثانيا، يجب أن تتمتع الأجهزة المحمولة بحساسات خاصة قادرة على تلقي الترددات التي يصدرها الراوتر وتحويلها إلى DC، لكن هذا الأمر قد يكون قابلا للتحقيق في المستقبل بمساعدة الأغطية الذكية مثل غطاء نيكولا لابس الذي يستطيع تجميع الطاقة اللاسلكية وتحويلها إلى طاقة بطارية. وحاليا فقد استطاع الباحثون من استخدام هذه الطريقة لشحن حساسات للحرارة وكاميرات وبطاريات قابلة للإزالة على بعد 20 قدما و17 قدما و28 قدما على ترتيب، وذلك بمساعدة جهاز راوتر من نوع AC68U وإيسيوس RT تم تعديله بواسطة إحدى البرمجيات. كما تم اختبار الخدمة في 6 منازل في ولاية سياتل، والتي أوضح المستخدمون فيها أنهم لم يواجهوا أي مشاكل أو انقطاعات في أداء الإنترنت، بل إن أحدهم أوضح أن السرعة زادت. أما في أخبارك دوت نت فقد نشرت خبر عن مايكروسوفت بعنوان مايكروسوفت تكشف عن نسخة جديدة من جهاز إكس بوكس 1. قامت شركة مايكروسوفت مؤخرا بكشف النقاب رسميا عن نسختها الجديدة من جهاز الألعاب المنزلي إكس بوكس 1، والتي تأتي مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. وستبدأ شركة مايكروسوفت عملية بيع هذه النسخة الجديدة من جهاز إكس بوكس 1 في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 16 من الشهر الحالي بسعر ما يقارب $400 أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الجديدة من إكس بوكس 1 ستصل إلى بعض الأسواق المختارة الأخرى في جميع أنحاء العالم بوقت لاحق من هذا الشهر. نسخة مجانية من لعبة هالو ذا ماستر تشيف كوليكشن ستكون متاحة أيضا لفترة محدودة.
نسخة 1 تيرابايت من جهاز إكس بوكس 1 أتى كذلك مع وحدة تحكم لاسلكية محدثة مع منفذ 3.5 للسماعات وبتصميم جديد للمصدر وتحديثات للنظام عبر الهواء. وسوف يكون المستخدمين قادرين على شراء هذا الإكسسوار بنفسهم بسعر $60 للنسخة السوداء أو $65 للنسخة التي تأتي مع نمط التمويه. شركة مايكروسوفت أعلنت كذلك بأن المحول إكس بوكس وايرلس أدابتر سيكون متاحا للشراء في خريف هذا العام، وهذا المحول وحده سيكلف $25 أمريكي، في حين سيكلف هذا المحول مع يد تحكم لاسلكية نحو $80 أمريكي. أما في ITV.net تنشر خبر افتتاح أول متجر لسوني بلاي ستيشن باللغة العربية. أعلنت شركة سوني اليوم عن توفر متجر بلاي ستيشن باللغة العربية من خلال جهاز بلاي ستيشن 4 وبي اس 4 وإصدارات بي اس ستور الخاصة بشبكة الإنترنت، حيث تقول الشركة أن اللغة العربية متوفرة في الأسواق التالية: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عمان ولبنان. بإمكان عشاق الألعاب استكشاف بي اس ستور وجهاز بي اس 4 باللغة العربية عن طريق تحديث إعدادات اللغة الخاصة بهم بعملية سهلة وسريعة ومباشرة. يتعين على اللاعبين الراغبين في تحديث إعدادات اللغة على جهاز بي اس 4 اتباع الخطوات البسيطة التالية: أولا، فتح خيار الإعدادات بلاي ستيشن نتورك، إدارة الحساب، معلومات الحساب، اللغة، وبعدها ادخل كلمة المرور وتحديد اللغة العربية من القائمة وتحديد تأكيد، وأخيرا تحديد تأكيد مرة أخرى على اللغة العربية. وفي اي تي نيوز نقرأ خبر بعنوان ون بلس تقيم مسابقة لتحديد أول 3 أشخاص يجربون الجيل الثاني من هواتفها. قامت شركة ون بلس بإقامة مسابقتين لتحديد أول 3 أشخاص يطلعون على هاتفها القادم ون بلس 2 المتوقع إطلاقه لاحقا في العام الحالي. وكشف موظفون من الشركة على المنتديات الخاصة بها عن مسابقتين لاختيار أول 3 أشخاص من خارج الشركة يشاهدون ويجربون هاتف الشركة الرئيسي القادم قبل إطلاقه ون بلس 2 كما أنهم سيكونون جزءا من مشروع سري تخطط له الشركة لإطلاق الهاتف القادم. وستقوم الشركة بدعوة الأشخاص الثلاثة إلى المقر الرئيسي للشركة في هونغ كونغ، وستكون الرحلة مدفوعة التكاليف بشكل كامل من قبل الشركة حتى يروا الهاتف بأنفسهم من مقر الشركة. وتهدف المسابقة الأولى إلى اكتشاف أفضل صورة ملتقطة بكاميرا هاتف ذكي دون أي تعديلات وفلاتر، حيث يقوم الراغب في الاشتراك بالمسابقة بتصوير صورة بكاميرا هاتف ذكي ثم نشره على موقع انستغرام مع عمل إشارة إلى حساب الشركة الرسمي. وسيتم اختيار الفائز بهذه المسابقة بناء على الصورة الحاصلة على أكبر عدد من الإعجابات على انستغرام. وللاشتراك في المسابقة يجب ملء الاستمارة المخصصة للمسابقة، وستنتهي المسابقة في 15 من شهر يونيو الحالي. أيضا في اي تي نيوز نقرأ فيسبوك تحدث تطبيقها الجديد على نظام أندرويد لتتيح للمستخدمين الإعجاب دون إنترنت. أطلقت فيسبوك اليوم الأربعاء تحديثا جديدا لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد يجلب عددا من التحسينات والمزايا، أبرزها إمكانية الإعجاب بالمنشور دون الاتصال بالإنترنت. ويتيح الإصدار الجديد للمستخدم الإعجاب بالمنشورات والصور والصفحات عندما لا يكون متصلا بالإنترنت، كما يتيح له إمكانية إزالة الإشارات أو التاجز الذي قام بإنشائها إضافة إلى الإشارات الذي قام به الأصدقاء بإنشائها له. ويوفر تحديث اليوم لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نظام أندرويد تشغيل وإيقاف إشعارات المنشورات، كما يجلب عددا من التحسينات على السرعة والدقة. ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد التابع لشركة جوجل تنزيل الإصدار الجديد الذي يأتي بحجم 34.9 ميجا بايت من متجر جوجل بلاي. من التكنولوجيا إلى الكاريكاتير. إلى هنا ننهي معكم سوق الحبر لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.